السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كوكب النباتات. النهاردة هيتكلم عن زراعة البصل الأخضر إلى مراحل الحصاد، من تاريخ الزراعة للجغرافيا لكل المواعيد الري والزراعة والسماد وكل حاجة عن زراعة البصل الأخضر في المنزل. وأول حاجة هنتكلم عنها مواعيد زراعة البصل الأخضر. بتبدأ من 15/11 في أوائل الشتاء وآخر الصيف لحد إلى شهر واحد، 15/1. وهنبدأ إن شاء الله في زراعة البصل الأخضر إن شاء الله، وهنتكلم عن المراحل الأولى طبعا. وهنبدأ الفيديو وأول مرحلة طبعا هنختار الثمار الجيدة للبصل الأحمر المصري طبعا. وبعدين هنجيب إناء زي ما انتوا حضراتكم شايفين يكون فيه قطعة قماش مبللة، عشان القطعة المبللة دي هتعمل عملية تحفيز للجذور بتاعة البصل. وطبعا هنشيل جزء بسيط حوالي التمن بتاع البصلة من فوق عشان نعملها عملية تحفيز لإخراج البراعم الخضراء. وطبعا هنرص البصل على القماشة المبللة طبعا عشان يعمل عملية تحفيز، برضو أنا بقولها هو للمرة التانية، تحفيز للجذور. ده كله عشان احنا لسه نعتبر في الصيف 15/11، يعتبر الجو لسه جاف، فاحنا بنوحوا بالرطوبة مثلا للجذور عشان يحصل لها نمو. احنا كده رصينا البصل بتاعنا طبعا، ومنتخبين بصل كويس ما يكونش فيه اي عيوب او اي تعفنات او اصابات او اي حاجة طبعا. وشغلة القماشة اللي تحت اللي في الاناء دي شغلتها ان هي مبللة على طول، كل ما تجف نبلها طبعا مية ان هي تعمل رطوبة للجذور، والجذور يحصل لها تحفيز عشان ننقلها بعد كده، ونبقى كسبنا وقت واختصرنا في الزمن الطويل. وكده المرحلة دي بتقعد حوالي زي 3 أيام، حوالي 3 أيام عشان يحصل تحفيز للجذور. اهو كده كده بدأ ال3 أيام انتهوا والتحفيز حصل بالفعل للبصل. انا بتكة كده على القماش عشان حضراتكم تشوفوا ان في مية تحت. طول ما هو البصلة موجودة على القماشة بتسحب منها مية. كده هنطلع هنيجي لتاني مرحلة طبعا، الكوبايات طبعا، الزراعة المائية طبعا. فاحنا هناخد مرحلة في الزراعة المائية قبل ما نروح للتربة المستدامة بتاعتنا. هنجيب كوبايات طبعا مقاسة 16، كوبايات العصير والغطا بتاعها طبعا. هنوسع الغطا شوية بحيث ياخد الجذور بتاعت البصل، وهنملى طبعا بمستوى معين لحد الجذور بس، ما نزودش. يعني يا دوبك الجذور البصلة هي اللي تبقى في المية، غير كده لا، عشان ما يحصلش تعفنات من استمرار المية. والعملية دي انتوا شايفين الجذور طبعا كبرت خالص اهي. الزراعة المائية للمسافة دي هتنها حوالي 10 أيام زي أنا ما بكتب لحضراتكم في المرحلة. وطبعا نوضع الكوبايات دي بالبصل في مكان مظلل، عشان احنا لسه في آخر الصيف برضو. الفيديو البصل ده فيديو زمني جغرافي مرحلي، يعني الزمن والجغرافيا بتاعت الجو والمراحل طبعا بتاعت الزراعة، 3 عناصر موجودين فيه. وطبعا هنرص البصل ونظبط الجذور تحت، وده كله عشان نعمل عملية تحفيز ونعمل سرعة في النمو ونختصر الوضع شوية، عشان الجو بيبقى لسه حر شوية. ما احناش في الشتاء، لسه مش في الشتاء. وكده حصل النمو في المرحلة الأولانية. طبعا الحاجات دي كلها مش مكلفة ولا هي، ومش عاوزة خبرة من حد يعني يكون مثلا بيزرع زراعة منزلية مثلا، يكون عاوز خبرة ولا حاجة. هي مجرد الفيديو زي ما انت حضرتك شايفه، لو مشيت عليه
كده ان شاء الله هتوصل للزراعة المظبوطة ان شاء الله، زي المحترفين بالظبط. كده بدأ بقى خلاص النموات بدأت تطلع من البصل. كده احنا بنصور برضو المراحل بتاعت النمو. كده البراعم كلها معظمها والنموات كلها طلعت بعد 15 يوم في مكان مظلل برضو. انا بأكد بلاش الشمس في المرحلة دي، في مكان مظلل. وكده احنا بنجهز البصل بتاعنا طبعا عشان هننقله في التربة المستدامة، اللي هي التربة السمراء والرمل وبعض السماد، ان شاء الله السماد البلدي. وتاريخ الزراعة طبعا قلت من 15/11، ممكن 15/12 و15/1، بس الأصح من 15/11. والزمن الزراعة كله بيبقى حوالي زي 90 يوم. ونقدر ان احنا نحصد البصل، نحشه او ممكن نقلعه طبعا بجذوره بالبصيلات بتاعته. وكده وصلنا للقصيص بتاعنا. المفروض القصيص يكون اقل حاجة عمق 30 سنتي طبعا، 30 سنتي والاكبر، لو اكبر يبقى احسن. وطبعا هنجيب اي آلة، مثلا ازازة، حاجة ساعة، اي حاجة. وهنحاول ان احنا نثقب المكان اللي هنحط فيه عشان الجذور معانا كبرت، ولازم ان هي تلاقي مكان تمشي فيه. كده بنتك ونسكب التربة طبعا عشان نحط ايه البصلة بالجذور بتاعتها، ونحافظ على المسافات ما بين البصلة والبصل. هو مش لازم مسافة بعيدة طبعا. القصيص يبدأ من 30 سنتي، ولو عاوز بعد زي القصيص اللي معايا ده عمقه 60 سنتي. انت بقى انت وراحتك وانت وامكانياتك. وطبعا احنا بنبلل التربة قبلها طبعا بساعة ولا حاجة، ونشبعها مية عشان الجذور دي عاوزة تلاقي تيرة تحتها ومية ورطوبة عشان تشتغل على طول. والنمو بيبقى في المرحلة الأولى بطيء شوية عشان الجو بيبقى لسه يعني، ولا هو حر ولا هو ساقع، فالنمو بيبقى ضعيف. تصبر عليه لحد ما ايه، ما الجذور تشتغل تحت. طبعا النموات الخضراء دي كلها حصلت فين؟ في الكوبايات، الفتحات والثقوب طبعا طويلة عشان الجذر يشتغل على طول. انا والله بحب أأكد في المعلومة مرة واتنين وتلاتة، يعني هي دي حاجة عندي كده طبيعي. احب اوصل المعلومة صحيحة حتى لو هتعب شوية في التأكيد، بس ما يهمش. وكده القصيص بتاعنا اكتمل زراعة ان شاء الله. يعني لو ما بين كل بصلة والتانية مثلا 5 سنتي يبقى كويس، لأن هو البصل جذوره بتنزل تحت، ما بت... مش أفقية، هي عمودية لتحت على طول. طبعا احنا خلصنا كده زراعة ان شاء الله، والبصيلات كلها انتظمت على مسافات كويسة. وهنبدأ نعيد تاني برضو ري ونشبع، عشان احنا هنسيبها مدة طويلة طبعا، ما نرويش تاني، ما يحصلش ري تاني بقى خلاص، لحد الجذور دي اللي احنا حطيناها لحد ما تشتغل مع التربة وتحاول ان هي تبحث عن مية ورطوبة، وتبدأ تدق بقى وتشتغل. فهنصبر شوية ان شاء الله، يعني 15 يوم كده ولا حاجة، على ما نفكر نروي بالراحة واحدة واحدة كده. احنا كده شبعنا طبعا، والمية خلاص بقت غمر في القصيص. وطبعا التربة دي تربة سمرة مختلطة ما بين التربة السمراء والرمل وبعض السماد البلدي البسيط، عشان احنا بنبقى لسه في آخر الصيف، فممكن يبقى الجو حر برضه أو التربة تبقى سخنة، ممكن تضر النبات، فلازم السماد يبقى بكميات بسيطة. وده طبعا أنا زرعت قصيص برضه بسيط قدامكم، عشان نعرف إن احنا مش حكاية إن احنا بنزرع في قصيص كبير. أي قصيص ينفع، حتى لو علبة، أي علبة. ده قصيص حوالي 25 سنتي،
وده القصيص ده انت هتشوفوه ان شاء الله في الحصاد، هيبقى بصل جامد كبير مش اي كلام. ده انا عامل له بصل صغير على قده، يعني مش بصل احجام كبيره. والحوض اللي انا حاطط فيه برضو البصل للتحفيز، في قطن تحت اهو برضو عشان يعمل عملية تحفيز للبصل ويعمل نمو للجذور. وتبدأ مراحل النمو معانا في القصيص، ونشوفه مراحل النمو أول بأول على البصل بتاعنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين. وكده بعد 25 يوم إن شاء الله، والري يكون بحساب ويكون حاجة بسيطة. كده المراحل الأولى بدأت تبان على القصيص، والبصل بدأ يكبر. كل بصلة حسب حجمها من الأول وحسب النمو بتاعها برضه. النمو بيبان متزامن برضه بعد 35 يوم زي ما حضراتكم شايفين. والزراعة المنزلية طبعا بتحب الصبر شوية، يعني ما تستعجلش، عشان احنا بنبقى لسه في آخر الصيف والنمو بيبقى ضعيف. أنا زرعت لكم بدري عشان إن أنا برضو أجي في أول الشتاء يكون معانا إيه، يعني يكون معانا زراعة بصل أخضر يكون كويس، ويكون فيديو تعليمي برضو، ويكون بدري شوية بحيث اللي عاوز يزرع يلحق يزرع برضو. بعد 55 يوم البصل وصل لنموات كويسة، وطبعا ما ينفعش للحصاد في الوقت ده خالص. لسه كده احنا في المراحل النمو برضو. كده بعد شهرين، وطبعا سمدنا بشاي الكمبوست، لا هحط لكم طبعا في الرابط في صندوق الوصف. شاي الكمبوست السماد البلدي المتحلل المخلوط بالماء طبعا، بتسمد بيه كل حوالي 20 يوم. وكده المراحل، كده احنا ماشيين مع المراحل بتاعت النمو مظبوطة، وبكتب لكم المراحل وكل حاجة، ويا رب اكون ان انا ما نسيتش حاجة. واللي عاوز اي برضو اي استفسار يبعت لي برضو في التعليقات، وان شاء الله انا هعرف افيده. وكده وصلنا للمراحل الاخيرة لنمو البصل زي ما حضراتكم شايفين. بقى خلاص كثيف على بعضه، البصلة الواحدة بقت 4 بصلات كده بعد 90 يوم إن شاء الله. كل بصلة جابت حوالي من 4 ل5 بصلات ل3 بصلات. يعني شوف الكثافة بتاعت البصل. كده بقى مراحل الحصاد، عاوزين نحش منه ويطلع تاني ممكن. دي طبعا القصيص اللي هو ال25 اللي أنا كنت بزرعه، اللي أنا زرعته قدام حضراتكم، القصيص الصغير اللي هو الأسمر. شايف النمو بتاعه قد إيه. كده لو عاوز تحش ويطلع تاني برضو ممكن. عاوز نقلع من البصل يطلع بصيلات سليمة تقدر تستعملها ممكن. سهل خالص زراعة البصل أو القصيص ده اللي أنا كنت عامله قدام حضراتكم برضو ال25. شايفين البصل قد إيه كبر قد إيه. البصل ده أنا بحب أقلع منه بقى سليم، ما بحبش أنا إن أنا أحش مثلا، دي حاجة ترجع لك. بس أنا عن نفسي أنا بحب أقلع البصل سليم زي ما هوري لحضراتكم برضو. ده بصل أورجانيك طبعا طبيعي، ما فيهوش أي كيماويات نهائي، ومسمى سماد بلدي طبيعي، زبل حمام، مخلفات أبقار مثلا. ده بصل قوي جدا، يعني جذور بتاعته ممتدة لحد آخر القصيص. وأنا بقلعه قدام حضراتكم مش قادر أقلعه لأنه ماسك تحت خالص في القصيص، واصل الجذور حوالي تحت يجي 25 سنتي. بصل قوي وبصل طبيعي مفهوش أي أسمدة مفهوش أي كيماويات، بصل فعلا يساوي فلوس. أو طبعا أنا بقلعه في نفس القصيص اللي أنا زرعت فيه اللي هو الصغير. بصل قوي حتى نشوف حجمه من حجم ايدي يبان يعني. كل بصلة تجيب 3 تجيب 2 تجيب 5. وطبعا الحصاد انا باكد بعد 90 يوم. كده كله تقليع ما بحشش. انت عاوز تحش مثلا وهيطلع تاني ماشي، انت حر.
ويا رب أكون استفدت ووفيت في الفيديو بحيث إن أنا ما يكونش نسيت أي عناصر. والفيديو ده طبعا أنا بحاول أعمل فيديوهات تبقى مرحلية طبعا بالزمن والجغرافي، بحيث إن أنا ما استعجلش وأجيب لك فيديو مضغوط وأقول لك مثلا دي زراعة بصل، أكون زارع مثلا كمية بصل بسيطة، أقول لك هو زرعته كده وخلاص. لا، أنا بحاول إن أنا فيديو زي ده مثلا بياخد 3 أشهر مني تكوين، عشان أجيب لك الآخر محتوى يكون محتوى تعليمي تقدر تطلع منه معلومات بالظبط. ماشي، والمعلومة اللي انت تشوفها بعينك تسمعها برضو. وكده البصل بتاعنا جاهز للأكل، البصل الطبيعي الأورجانيك. وطبعا أنا بشاور بإيدي طبعا من ساعتها إن البصلة بتجيب 4، وممكن تجيب 5، ممكن تجيب 3، مش كله. يعني ده شوية البصل دول أنا يعني بسهولة خالص، ولسه القصاصات مليانة زي ما هي. بصل كتير، وما خدتش حيز كتير من القصيص، وبصل كتير. هل انا يعني هناكل ده كله؟ لا، بس او نشوف اهو القصيص زي ما هو، خدت منه حاجات بسيطة، لان انا قلحت كل اللي قلحته هو 5 بصلات، كل بصلة جابت رج 5، والبصل لسه زي ما هو ورا، هو موجود زي ما هو. يعني الزراعة المنزلية دي جميلة جدا وكلها فوائد. بصل طبيعي، شوف انا بقلع فيه جامد، شوف الجذور طويلة تحت، وبصل قوي لانه واخد سماد بلدي، ما خدش اي كيماويات، بصل قوي وتربة قوية. اهي بصلة واحدة اهي، وفيها حوالي من 5 بصلات، واحدة بس، كل بصلة بتجيب 5. مهما قلع من القصيص برضو مليان، مهما قلع. تربة قوية، تلاقي ان البصيلات وهي طالعة صعبة في الطلوع، لان التربة قوية وماسكة فيها جامد. وبكده طبعا نكون وصلنا ان شاء الله لاخر الفيديو، ويا ريت اكون وفيت طبعا بكل المعلومات. ان شاء الله ما تنسوش طبعا اللايك والشير ودعم القناة، لان ده كله بيفيدني وبيفيدكم طبعا في الاستمرارية طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.